نحكي في مصر، طبعا اللي بينزل على مصر راح يدفع $1500، بحيث انه انت مش رايح على غزة، فلسطيني رايح تشوف القاهرة، اسكندرية، عندك اهل، عندك جرحى. بتدفعهم لمين ال 1500؟ ال 1500 بتدفعهم للضابط المسؤول عن موضوع المطار، هذا بسموه تنسيق مطار. ضابط تنسيق، ضابط شغلته هو استلام الفلسطينيين اللي جايين من بره باقامات اوروبيه خليجيه، تمام، ويحلبهم، تمام، يسرق فلوسهم. هي السرقة بالعكس، هي كمان أفظع من موضوع السرقة، لأنه أنا كفلسطيني إذا أنت حابني وإذا أنت زي ما بتدعي بدكش تهجر الشعب الفلسطيني، سهل لهم العودة حتى لو كان على مصر، لأنه مصر أقرب نقطة لغزة. صح. أنت بتعرف أنها أقرب نقطة. تمام. الآن أنت بتاخذ مني 1500، بينما اصلا ثمن التاشيره $20 تقريبا، 25. هيها معي التاشيره العاديه. انت بتدفع تاشيره عاديه، هي 25. وبتدفع دي حاجه غير التنسيق، غير الرشوه. هذه بتدفعها انت على الشباك لما تصل. طبعا هذه بتدفعها سواء كنت ترحيل او داخل مصر، باي طريقه إن كان لازم تدفع. هذا موضوع تاني. الان انا لما بدي ادفع تنسيق مطار بسموه، بروح على مصر. لو قعدت ساعه وصار عندي ظرف ورجعت، بدي ارجع ادفع كمان مره تنسيق لعلمك. هذا التنسيق لا يشمل عده زيارات، ده وانت داخل مصر. زياره واحده. تمام. تدفع انت 1500 وبتروح. طب الاسرائيلي بيتعاملوا معاه ازاي؟ الاسرائيلي احنا كلنا العالم كله بيعرف انه الاسرائيلي بيخش بدون مقابل، يعني انت شفت